تفتيش مفاجئ يهز المشهد بالكامل، ونهاية تترك الجميع في حالة ذهول. فهل يجدون شاهين وقمر وجراح؟ تسريبات حصرية للحلقة 29 مسلسل دروب المرجلة الجزء الثالث. قبل الدخول في التفاصيل لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. تبدأ الحلقة 29 من لحظة التصعيد الحقيقي بعد اقتحام منزل الشيخ رشاش. مشهد مشحون بالتوتر يوحي بأن كل الأسرار ستنكشف، لكن الحقيقة أن الأخطر لم يبدأ بعد. تسير عملية التفتيش بسرعة ودقة، الضباط يفتشون كل زاوية وكل تفصيلة، والترقب في أعلى مستوياته. ثم تأتي الصدمة، المنزل خال تماما، لا قمر، لا جراح، لا شاهين، وحتى فزاع اختفى وكأن المكان لم يسكن من قبل. وسط هذا الإخفاق يظهر خيط مهم. يعثر أحد الضباط على سلسلة سقطت من قمر داخل البدروم، تفصيلة صغيرة لكنها حاسمة، تؤكد وجودها في الموقع وتعيد فتح التحقيق بأسئلة أخطر. كيف هربوا؟ ومن ساعدهم؟ وهل هناك من يراقب تحركات الأمن؟ ورغم ذلك يواصل مهاوش تحركاته، يراقب ويتتبع حتى يلاحظ سيارة إسعاف تقل الدكتورة حنان. يقرر متابعتها بحذر لتقوده في النهاية إلى وكر فزاع في الساحل. هنا تتضح الصورة، كل ما حدث كان مخططا بدقة. فزاع هو من رسم المشهد، وهو من أمر الدكتور رشدي بنقل الدكتورة حنان إلى المقر الجديد، حيث يتم إخفاء الأسرى بعيدا عن أي خطر.